انا اعرف عن تركيا ايه؟ والله اسطنبول وانقره، فاي جامعه فيها كلمه اسطنبول او اي جامعه فيها كلمه انقره يا باشا حطها معانا. وانت بتختار العشر جامعات ما تختارش اعلى الجامعات، خمس جامعات يكون ترتيبهم قوي جدا، وخمس جامعات انا مش بقول لك ان الترتيب بتاعهم هيبقى وحش جدا اللي هي جامعات زباله. ازيكم؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده انا لميت لكم شويه اسئله جت من طلاب كتير جدا عن المنح، والاسئله دي انا كنت خدتها من ستوري نزلتها على الانستجرام. لو انت مش متابعني على الانستجرام هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن، ممكن تتابعني عليه. هناك احنا بننزل كل حاجه بشكل يومي عن اي حاجه تخص تركيا والدراسه والمنح والحاجات دي كلها. فمش هطول عليك، يلا نبدا الفيديو. انا من الاسئله دي خدت فيها بس بعض الاسئله المهمه اللي لازم تكون عارف عنها علشان الفيديو ما يبقاش طويل قوي. وطبعا الاسئله دي هي اهم الاسئله اللي جت. اول سؤال جه وكان اكتر سؤال متكرر بشكل مش طبيعي، وان هو هل المنحه دي مضمون القبول فيها؟ المنح بشكل عام او الدراسه بشكل عام في تركيا مفيش حاجه فيها بتكون مضمونه 100%. المنحه التقديم عليها بيكون ليه سيستم ده هي اوراق، واحنا كنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. والاوراق دي كل اللي عليك انك انت تكون محضرها ومستوفي الشروط الاساسيه للمنحه، وبتقدم في المنحه على التخصص اللي انت عايزه. وداخل المنحة بقى بيكون في شوية تريكات كده هم مسؤولين عنها من ناحية تقييم الطلاب اللي مقبولين، من ناحية الطلاب اللي أوراقها عدت المرحلة الأولى ودخلت في مرحلة التقييم، وما بين الجنسيات اللي مقدمة كذلك، لأن هي بتتقسم على الجنسيات وما بين العدد اللي مطلوب. فبيكون في أسباب كتير جدا. أنت ممكن تقدم على المنحة السنة دي تتقبل وترجع تقدم على المنحة مثلا السنة الجاية تترفض مع إنك أنت كنت مقبول، والعكس كذلك صحيح. وده بيعتمد على حاجات كتير جدا. فالمنحة نسب القبول فيها ما بتكونش معروفة نهائي، وانت داخل على المنحة 50% تتقبل و50% تترفض. انت كل اللي عليك ان المنحة دي في حالة الرفض فيها فانت مش خسران اي حاجة، وفي حالة القبول فيها فانت كسبان كل حاجة. فلو انت مستوفي الشروط بتاعة المنحة فانا انصحك بشكل كامل جدا ان انت تقدم على المنحة. ولو انت اصلا ما تعرفش شروط المنحة فهتلاقيني كنت منزل فيديو قبل ده على طول بنتكلم على كل الاوراق اللي مطلوبة والتفاصيل اللي مطلوبة للمنحة. ارجع اتفرج عليه هيفيدك بشكل كامل ان شاء الله. الاوراق اللي مطلوبة للتقديم على المنحة التركية، السؤال ده برضو كان من اكتر الاسئله المتكرره، مع ان السؤال ده اكتر سؤال بيتجاوب عليه بسهوله جدا وبتلاقي اجابته في كل حته. وهو ان انت بتحتاج لو بتقدم على مرحله الجامعه انك تحضر شهاده الثانويه بتاعتك لو انت اتخرجت من الثانويه، ولو انت لسه في ثالثه ثانوي بتقدر تقدم بالشهاده بتاعت السنه اللي قبلها، واللي هي في الحاله دي بتكون شهاده تانية ثانوي. وبتحضر حاجه اسمها خطاب نيه وخطابات التوصيه واي شهاده انت حصلت عليها على مدار سنين دراستك. كذلك لازم تكون مستوفي الشروط الاساسيه زي المجموع ان هو ما يقلش عن 70%، وان عمرك ما يزيدش عن 21 سنه. ايه هو خطاب النيه والتوصيه؟ خطاب النيه بشكل عام هو الخطاب اللي انت بتكتب فيه انت ليه اخترت المنحه التركيه وليه اخترت التخصص ده، وايه اللي يدفع المنحه اللي هي تقبلها. خطاب النيه ده انت بتكتب فيه تفاصيل كامله عن اختيارك للتخصص بشكل مفصل جدا، وعن ليه اخترت تركيا برضو بشكل مفصل. ولو عندك اهداف تانية انت عايز تعملها اثناء سنين دراستك فبتضيفها كذلك في خطاب النيه. وخطابات التوصيه دي هي الخطابات اللي بيكتبها لك المدرسين، اللي فيها بيتكلموا عنك اذا كنت انت مثلا كنت متفوق في ماده معينه في المدرسه وكنت متابع مع المدرس بتاعها بشكل كامل، فالمدرس بشكل سريع بيحكي التجربه بتاعتك وبيكتب عنك نقاط ايجابيه في خطاب التوصيه ده. خطاب التوصيه ده انت ممكن تكتبه بنفسك وتخلي المدرس يراجع عليه، وفي حاله ان هو موافق على الكلام ده يوقع لك عليه، او ان المدرس يكتبه لك بشكل كامل. السؤال الرابع هو مجموع 70% يقدر يقدم على طب؟ مجموع 70% ما يقدرش يقدم على طب. لو دخلت على الابلكيشن بتاع المنحه ومليت الابلكيشن واخترت تخصص طب وقدمت عليه المنحه هتقبل ملفك عادي. ولكن المنحه بشكل عام للتخصصات الطبيه بتطلب 90%. ففي حاله ان وقت بقى التقييم الاولي لما يجي يراجعوا الملف بتاعك ويلاقوك ان انت مختار تخصص مجموعك مش جايبه من البدايه اصلا بتترفض. فبالتالي عشان تقدر تقدم على التخصصات الطبيه زي طب بشري او اسنان او صيدله لازم يكون مجموعك على الاقل فوق ال 90%. ولكن 70% ده هو الشرط بتاع التقديم على اي تخصص تاني بقى، اذا كان تخصصات ادبيه، اذا كان تخصصات هندسيه او غيره. السؤال اللي بعده محتاج مجموع كام لهندسه؟ انت محتاج مجموع فوق ال 70%، وكل ما بيزيد كل ما بيبقى نسبتك طبعا او فرصتك احسن، ولكن هو 70% ده الحد الادنى. هل المنحه بتدعم الماجستير؟ المنحه بتدعم 4 مراحل دراسيه مختلفه. بتدعم الثانويه ولكن دي مش متاح التقديم عليها حاليا. اللي متاح التقديم عليها حاليا هو شهاده البكالوريوس وانت تقدم يعني على الجامعه، والماجستير انت تاخد الماجستير، والدكتوراه. الثلاثه دول تقدر تقدم على اي مرحله دراسيه منهم عن طريق المنحه اللي متاحه دلوقتي. السؤال السابع، هل القبول بيبقى عشوائي ولا على المجموع؟ القبول ما بيكونش عشوائي، وكذلك القبول ما بيكونش على اساس المجموع. القبول بيرجع على حسب الملف كله. يعني المنحة ليها شروط في الأوراق زي اللي هي خطابات النية وخطابات التوصية والشهادات والمجموع والعمر والتخصص اللي انت عايزه. كل دول بتضربهم مع بعض في خلاط واحد يطلع لك ملف كامل.
الملف ده كله بيقيم على اساسه القبول او الرفض. فالمجموع مش الشرط الوحيد للقبول، انت عندك الملف كله او سيستم تقديمك بقى للابلكيشن على المنحه هو اللي بيحدد نسب قبولك ونسب رفضك. فبشكل عام الموضوع مش بس معتمد على المجموع. السؤال التاني، اعمل ايه علشان ازود نسب قبولي؟ في حالة ان انت الشروط كلها عندك فمفيش حاجة معينة بتزود نسب قبولك، ولكن في حاجات لو عملتها هتتجنب ان انت تتعرض لرفض بسبب الحاجات دي او بسبب خطأ عندك. وهو الابلكيشن بتاع المنحة. ابلكيشن المنحة وانت بتملاه لازم تكون مركز على نقاط كتير جدا مهمة. ان الابلكيشن بشكل عام بيدعم اللغة العربية والانجليزية. انا بنصحك ان انت تخليه انجليزي وتملى الابلكيشن كامل بالانجليزي، لان النسخة اللي بالعربي ساعات بيكون فيها بعض الاخطاء، فانت خلي الابلكيشن بتاعك كله بالانجليزي. خطاب النية وخطاب التوصية. خطاب النية كذلك تقدر تكتبه بالعربي وبالانجليزي، ولكن انا كذلك بنصح ان انت تكتبه بالانجليزي. وكذلك خطوات التوصية يفضل انك تكتبها بالانجليزي، وان الحاجات دي كلها تكون مكتوبة بشكل اكاديمي. ما تخليش الموضوع عشوائي بشكل كبير. خلي الموضوع انك تعمل سيرش كويس جدا عن ازاي الخطابات دي بتتكتب، وبعد كده تكتب خطاب وتراجع عليه مرة واثنين وثلاثة. وكذلك الكلام ده بينطبق على خطابات التوصية. الحاجة التانية ان انت لما تيجي تختار او تيجي تقدم على المنحة بيكون عندك جامعات انت بتقدر تختار تخصص، والتخصص ده بتقدر تختار فيه رغبات اللي هم 10 جامعات. وانت بتختار ال 10 جامعات ما تختارش اعلى الجامعات، لان اعلى الجامعات دي لو بصيت على ملفك وحسيت ان انت فعلا ملفك قوي جدا لدرجه ان هو ممكن ينافس في جامعات قويه جدا فاعمل كده. لكن لو حسيت ان الملف بتاعك هو انت مستوفي الشروط بس مش اكتر من كده، فبالتالي حاول ان انت تنقي جامعات ما عليهاش ضغط. وده تقدر تعرفه منين؟ بطريق الرانك بتاع الجامعه او عدد الطلاب اللي بيقدموا على الجامعه على مدار السنين اللي فاتت. وده ممكن تعمل عنه سيرش بشكل مكثف على حسب الجامعات اللي هتقدم عليها، وعلى حسب كذلك التخصص اللي انت عايزه، لان في جامعات بتكون مميزه في تخصص معين فبالتالي بتبقى عليها ضغط في التخصص ده، وجامعات تانية بتكون مميزه في تخصصات غيرها يعني. فانت الموضوع ده بيحتاج منك سيرش بشكل شخصي على التخصص اللي انت هتقدم عليه. وفي حاجه تانية انت ممكن تعملها لو انت شايف ان انت ملفك قوي جدا مقارنه بالشروط اللي منها حطها، ان انت تختار ما بين العشر رغبات دول 5 جامعات يكون ترتيبهم قوي جدا، و5 جامعات انا مش بقول لك ان الترتيب بتاعهم هيبقى وحش جدا اللي هي جامعات زباله، ولكن في طبيعه الحال انت عندك في جامعات بتبقى قويه وفي جامعات بتبقى او بتكون قديمه او بيكون الرانك بتاعها عالي، فبالتالي بتكون الامور فيها اقوى شويه او بيبقى عليها ضغط اكتر، او بيبقى اعتقاد الناس ان الجامعه دي هي التوب. فانا عارف ان في جامعه اسمها اسطنبول فهي اكيد جامعه اسطنبول دي جامده، ولكن مثلا في جامعات تانية انت ممكن ما تكونش سمعت عنها حاجه، وكذلك بتكون جامعات قويه. فبالتالي مثلا دي نقط من الحاجات اللي ممكن يكون الكل مش عارفها. فانت حاول تتجنب الحاجات التقليديه اللي هو مثلا انا اعرف عن تركيا ايه، والله اسطنبول وانقره، فاي جامعه فيها كلمه اسطنبول او اي جامعه فيها كلمه انقره يا باشا حطها معانا. ما هو ده هيخليك بتنافس في جامعات كله بيعمل السيستم ده، فهيبقى الموضوع عليك اصعب. فاختار 5 جامعات مثلا تقرا عنهم بشكل مكثف اذا كانوا هم اقوياء جدا من ناحيه التخصص اللي انت عايز تدرسه، وجامعات تانية اختارها تكون برضو مميزه في التخصص اللي انت عايزه، ولكن يكون الضغط عليها اقل او الرانك بتاعها مش اعلى حاجه. لان انت برضو في الاخر التعليم في تركيا بشكل عام ثابت، او في اسس كده محطوطه ما بتتغيرش في الجامعات او في اغلب الجامعات. بيكون في شويه اضافات الجامعه بتحطها ولكن الاسس ثابته. فبالتالي انت هتاخد سيستم تعليم كويس جدا ايا كان الجامعه اللي بتدرس فيها، ولكن برضو الناس بتفضل ان هي تدرس في جامعات تكون كويسه. فانت بس النقطه دي فيها شويه تفاصيل يعني، ده بقى عن طريق السيرش ممكن تفيدك على طريق السيرش في الجامعه اللي انت عايزها والتخصص اللي انت عايزه، وبعد كده تاخد القرار. ده من العوامل اللي ممكن تساعدك. انت ممكن مثلا تقدم على جامعه ترفضك، مثلا في تخصص هندسه تقدم على جامعه وترفضك، وفي نفس التخصص في جامعه تانية تقبلك. وده اصلا سيستم التقديم على الجامعات الحكوميه اللي هو على حسابك الشخصي بيبقى نفس السيستم ده. فانت برضو حاول ان انت ايه تقرا بشكل مكثف عن النقطه دي علشان ما تعرضش نفسك للرفض بسبب ان انت اخترت جامعات بدون ما تقرا اكتر عن باقي الجامعات المتاحه. انت اصلا اول ما تفتح قائمه الجامعات هينزل لك 100 جامعه ولا حاجه، فانت برضو اقرا واعمل سيرش كويس جدا قبل ما تاخد خطوه الرغبات دي. السؤال التاسع، انا مش معايا شهادات لغه، هل كده ما اعرفش اقدم؟ لا، في التخصصات اللي بالانجليزي انت المنحه بتحتاج شهاده لغه، لازم يكون معاك شهاده لغه في الانجليزي. ولكن في التركي كده كده لما بتتقبل الجامعه بتوفر لك سنه لغه في الاول تقدر انت فيها تتعلم اللغه جوه الجامعه، وبتكون شامله طبعا المنحه، وبعد كده بتخش على تخصصك عادي فشهاده اللغه مش مطلوبه. ودي اصلا نقط من نقط قوه المنحه. وبرضو في حاجه تانية، ان انت لو مش معاك ولا شهاده انت برضو عادي انك انت تقدم، لان هي الشهادات دي مجرد داعم ليك على مدار سنين دراستك، ولكن هي مش شرط اساسي. يعني مثلا مش زي المجموع مش زي السن، دول اساسيين لازم يكونوا موجودين، من غيرهم ما تقدرش تقدم. سؤال رقم 10،
هو انا لو ادبي ينفع اقدم على هندسات؟ هو على السيستم ينفع، ولكن على ارض الواقع مش هينفع. الكلام ده ممكن ينفعك لو بتقدم في الجامعات مثلا الحكوميه او الخاصه على حسابك الشخصي، تقدر ان انت تعمل كده. ولكن المنحة بيكون الملف كله بيكمل بعضه. فانت مثلا درست مثلا علمي وخدت كورسات مثلا في حاجة معينة، فالكورسات دي ليها علاقة بالتخصص اللي انت عايز تقدم عليه فبتحطها. وانت ادبي، انت اصلا بقالك 3 سنين ما درستش رياضة، فوانت بتقدم للمنحة هتقول لهم انا عايز اقدم هندسه ازاي، انا ازاي متفوق في الهندسه عشان اقدم عليها عشان تدوني منحه تدفعوا لي فيها فلوس؟ ما اعتقدش ان الموضوع ده في المنحه هيكون مرجح بشكل كبير جدا. انت تقدر تعمله، ولكن انا ما انصحش بيه، لانك انت كده بتضيع المنحه او الحاجه اللي بتفتح مره في السنه علشان انت ادبي وبتقدم هندسه. هي اصلا مش ظابطه يعني. اللي ما درسش في الثانوي علم رياضه هيخش هندسه اصلا ده هيتعب يعني. ما اعتقدش ان دي حاجه انا ممكن ارجحها لك نهائي. قدم في انت شعبة ادبي، قدم على تخصصات ادبيه وكون تخصصات انت حاببها. انت شعبة علمي علوم او علم رياضه، تقدم برضو على التخصصات اللي انت حاببها، بحيث ان انت تخلي ملفك منطقي بشكل كبير جدا بالنسبه للمنحه. السؤال رقم 12: هل التقديم على المنحه بيكون مجاني؟ التقديم على المنحة على الويب سايت بتاعهم مجاني 100%. بتقدر تقدم يعني، هي المنحة كلها مجانية من أول التقديم لغاية لو إن شاء الله اتقبلت خلصت بقى الإجراءات كلها وبدأت دراستك وكده، بتكون كل حاجة مجانية. ولكن في بعض الأماكن اللي أنت ممكن تساعدك في التقديم أو تساعدك في تحضير الورق لو أنت ما عندكش العلم الكافي بيه، أو مش قادر أنت تحضر الورق بشكل كامل، ده بيكون وقتها بيكون فيه رسوم تقديم وحاجات زي كده، فبالتالي هنا بتدفع مبلغ في الأول. ولكن بشكل عام لو انت حبيت تقدم على المنحه فتقدر تقدم عليها بنفسك بشكل مجاني. وكذلك اللينك بتاع التقديم هتلاقيني سايبه لك في الديسكريبشن او تحت الفيديو هنا. تقدر انت تخش على المنحه وتشوف ايه الاوراق اللي مطلوبه برضو، وتشوف الملف بيبقى عامل ازاي. ولو قدرت ان انت تملى الملف بنفسك وتخلص الاجراءات فهيبقى كل حاجه عليك بشكل مجاني يعني، فبالتالي هتكون انت ما دفعتش اي حاجه. ففرصه ما تضيعهاش بصراحه. لغايه هنا انا لميت لكم الاسئله اللي بتتكرر بشكل كبير. لو عندك اي سؤال ممكن تسيبه في الكومنت هنا في الفيديو، او تخش على صفحة الانستجرام وتتابعها، لان بشكل يومي بنزل ستوري بالاسئلة اللي ممكن تكون عندك. ولو شفنا ان في اسئلة جديدة ومتكررة ظهرت هتلاقيني بعمل لك فيديو جديد عنها. ولو حاسس ان انت تايه او في حاجات كتير او مش فاهمها، فممكن ترجع تتفرج على الفيديو اللي قبل ده، هيفيدك كتير جدا بخصوص المنحة. وانا شايف ان المنحة التركية بشكل استثنائي منحة لا تعوض. كون ان انت من اول ما بتقدم لغاية ما بتوصل تركيا وتخلص سنين دراستك ما بتدفعش اي حاجة. فاكتر من كده مزايا اعتقد مش هتلاقي. وفي الاخر حابب اشكر اي حد وصل لاخر الفيديو هنا. وان شاء الله لو انت ناوي تقدم على المنحة ربنا يوفقك. ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية. ولو عندك اي استفسار هتلاقي لينك الواتساب بتاعي تحت في الفيديو برضو، تقدر تبعت لي عليه وان شاء الله اقدر اساعدك على قد ما اقدر. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير.